استجار بي الوجود استجار، مو بس البشر، استجار بي الوجود، ولكن استجرت بأبي الفضل العباس. شوف العباس في الحسينيات، طرح العباس، شوف الشرك بالله عز وجل عندهم. هذا أول واحد. حيدر أرميثي، شوف المعجزات عند قبر العباس. طبعا هذا مما يكذبون فيه دائما عليهم. سبحان الله. من البركات هذا السيد الحداد ألفت كلمة طبعا معروفة، إذا ترجع لكتابه هذا الرجال كان ينظف ويمسح منظف وينفي صحن أبي الفضل العباس سلام الله عليه. هذا كان عنده سبحان الله، هذا كانت عنده معجزة في كل يوم. أيوة، لاحظ أن قرن المعجزة التي لا تكون للأنبياء يقصد ربما كرامة، بس هذا لا يعرف الفرق بين المعجزة والكرامة. يقول لك متى جاته الكرامة؟ هذا الكرامة جاته لأنه خادم قبر العباس. لعلمك أيها الشيعي، قبر العباس اللي في النجف مزور، ليس له قبر هناك، وهذا كذب. وقبر الحسين أيضا، وارجع إلى حلقة رمضان الماضي فيها تفصيل عن قبر سيدنا الحسين رضي الله عنه المزعوم في كربلاء. لا الحسين ولا العباس، القبور الموجودة في كربلاء مزورة مكذوبة، وقبر علي في النجف مزور أيضا، تكلمت عنها تفصيلا. الشاهد هو الآن بيغرس في قلب الشيعي، قلبك خلى يم العباس، دعائك خلى للعباس، خوفك خلى من العباس، دينك العباس، لا إله بقي أن يقولوا إلا العباس. أصلا شهادة التوحيد شرفية عندهم، لا واقع لها عندهم إلا ما يلوكون بألسنتهم لا أكثر. شوفوا هذا اللي ينظف قبر العباس شلون جاءت الكرامات. معجزته يجمع الأطفال والناس الفقراء ويجمع التراب وينطق بكلمات يضرب التراب يتحول إلى دراهم. معجزته يجمع تراب ويضربه وإذا يتحول إلى دراهم. وينه دلوا عليه. هل المساكين اللي جنب السيستاني طاقهم الفقر في النجف، لا كهرب ولا ماء ولا مستشفيات ولا صحة، دلوهم عليه. يلا إذا كنت صادق دل الشيعة عليه، خله يضرب لهم يعطيهم دراهم أكلها السيستاني وابن محمد رضا السيستاني وصهره الكشميري في لندن. ما عاد عندهم فلوس الشيعة، نفطهم أكلته إيران والمرجعية، خلاص أكلوكم. هل يستطيع شيعي من اللي جالسين أمامه يقول دلنا على هذا الرجل؟ لا، بس اللهم صل على محمد. بس العباس يخافون أصلا يناقشون موضوع مثل هذا. ليه خايفين من العباس؟ من اللي زرع هذا في قلوبهم؟ هؤلاء. يعني يخاف من العباس أكثر من الله سبحانه وتعالى. يريد يحلف بأبي الفضل العباس سلام الله عليه، والأول ما مديدا ضرب بجدار. ولذا خوفهم من الخوف إيش؟ الشرك عياذا بالله. هم مشركون في الخوف. لماذا؟